بسم الله الرحمن الرحيم. برنامجنا صوت الحياة أو كلمة حق أو لحدث العربية النهاردة في استضافة ابن بلقاس ومنصف الغلابة ومحامي الغلابة واللي حب فعلا يعمل في بلقاس الحزب بتاع حكومة وطن لما لقاه شغال وعلى أرض ثابتة وفعالة جاب لنا الحزب بلقاس، واحنا سعداء فعلا ان الحزب بتاعنا دخل بلقاس وان احنا بقينا على خريطة المؤتمرات، وان بلقاس كل يوم هيبقى فيها مؤتمر. عرفنا مين المستشار محمد طلبة والألقاب اللي خدتها دي خدتها بناء عن ايه وحب الجماهير ليه؟ والله يا ست سهير انت يعني بلغت في الوصف يعني. احنا عايزين نعرف بقى عشان نعرف المشاهد. بلغت والله في الوصف. لا ابدا، انت كلك خير. الناس وابسط الناس وغايتنا بس في الدنيا كلها عشان نسيب ذكرى كويسه وسط الناس يعني مش اكتر من كده. طبعا النهارده كان بالمناسبه لتنسيقيه الاحزاب ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي دوره رئاسيه جديده. انا طبعا من منبرك ده بقول ان حزب حكومة وطن هو حزب فاعل على الارض وحزب قوي بهيكله التنظيميه في جميع المحافظات وفي جميع المراكز، واحنا داعمين للرئيس ان شاء الله في الانتخابات اللي جايه. ومن منبرك ده بنوجه رساله برضه، رساله مهمه جدا، بنقول له يا فخامه الرئيس، وبكررها يا فخامه الرئيس، ويا رب الكلام ده يوصل. انت في الفتره اللي فاتت كلها ركزت على مشروعات عملاقه في العاصمه الاداريه، ركزت على قناه السويس الجديده، مدينه العلمين، راس فطور، كباري، مشاريع عملاقه، استصلاح حوالي 3 مليون فدان. احنا مش ناسيين لك الكلام ده. وقبل الانجازات اللي على الارض دي كلها فاكرين لك او البوصله في البلد ديت فاكرين لك حاجه مهمه جدا، ان انت شلت كفنك على ايدك في 2013، شلت كفنك على ايدك وشلت الاخوان اللي هم مالهمش وطن، اللي هم خونة كل الاوطان، اللي انا بعتبرهم سرطان في كل مجتمع. انت شلت كفنك على ايدك وغامرت بحياتك وحريتك وحافظت على استقرار البلد ده، فانت ليك دين في رقبتنا كلنا اللي انت عملته. ولكن ليا رساله، على الرغم من كل ده ودينك اللي في رقبتك وحفظت استقرار البلد وحفظت مصر من التقسيم وحفظت مصر من الحرب الاهليه والفتنه الداخليه والمشروعات العملاقه، جه وقت المواطن الغلبان. الدوره اللي جايه دي تركيزنا فيها على المواطن الغلبان، لان الاسعار وصلت لمرحله معينه لازم يكون لها سقف وتقف عنده، بل احنا عايزين خطوه لورا في الاسعار. فرجاء ان يوصل المواطن المصري طول عمره حياته حياه بسيطه جدا جدا، عايز يقوم الصبح يلاقي اكل بيته ميسر بالنسبه له، فطار وغداء، شعب بسيط، شعب عايز يعيش في هدوء. طبعا الاسعار علب جدا جدا. فيا ريس الدوره اللي جايه ده هي تركيزك حكومه اقتصاديه ويكون في سيطره على السوق وسيطره على الاسعار. لازم المواطن يعيش بارتياحيه. احنا بينا وبينك علاقه محكوميه تحكم هذا البلد، وده من عند ربنا سبحانه وتعالى، يؤتي الحكم من يشاء. ولكن عنصر الرضا ما بين الحاكم والمحكوم لابد برضه ان هو يتوفر. المواطن وانا بتكلم بصوت الشعب، المواطن عايز يعيش حياه كريمه، يتوفر له قوت يومه بسهوله، عايز خدمه طبيه، لان برضه المساله الطبيه النهارده مساله في غايه الخطوره جدا. ارتفاع اسعار الدواء، مفيش بيت النهارده الا بيعاني. فيا ريس المواطن الغلبان، كنا اتكلمنا على مشروع التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهوريه كله، وقلنا هنبدا بمدن القناه في الاسماعيليه والسويس وبورسعيد، وقلنا بعد كده هنعمم مشروع التأمين الصحي الشامل على كل المصريين. يا ريت تكمل في المشروع ده وربنا يوفقك واحنا كلنا في ظهرك ان شاء الله. ان شاء الله، ودايما مصر تبقى بخير ودايما تبقى في ازدهار. ومن خلال برنامجنا صوت الحياه طبينا داخل الاتوبيس
خلصنا مع مستشار الغلابة محمد طلبة وهواني نجم من نجوم الميديا. هنتكلم معاه وهنعرف المزيد والمزيد عن الميديا ودورها في المجتمع المصري.